يوم 15 رمضان بالتحديد مطرية يوم بيتجمع فيه أهل الحي، بيعملوا أكبر مائدة إفطار في العالم. قالوا رمضان في مصر حاجة تانية على رأي حسين الجسمي ولا؟ لا طبعا رمضان في مصر حاجة تانية، والسر في التفاصيل، ما هو قالها في الأغنية. سر في التفاصيل فعلا. والله الناس طيبين هنا. رأيك؟ ما ترى في قلبي. ايه حكاية المطرية؟ الاحتفال ده بدأ من 2013 لمة صحاب، ولسه مكمل لسنته ال11 على التوالي في 2025. الحدث ده حصل على شعبية كبيرة. تعالوا نشوف الناس بتقول عليه ايه. أنت منين؟ اندونيسيا. اندونيسيا. المطرية من هنا؟ موجود هنا. جيت الاحتفال ده قبل كده ولا لا؟ السنة اللي فاتت. السنة اللي فاتت. يعني دي تاني سنة ليه؟ ايوه ده سنة تانية. تاني سنة ليه؟ تاني سنة. انا جاي معاه برضه. تاني سنة؟ ايوه. دول أنا مربيهم والله العظيم. والله. كل الشباب اللي عاملة الحكاية دي كانوا بيجوا يلعبوا كورة قدام الدكان، أنا واجري وراهم بعصاية. والله ما فيش احلى في مصر، ما فيش فطار احلى من مطرية يعني كده، عشان ده احتفال يعني اليوم بس في سنة صح؟ عشان كده. ايه رأيك؟ ما ترى في قلبي. ما ترى في قلبي. ايه رأيك في الاحتفال؟ ناس كويسين وحلوين وكده، يعني الجو مختلفة من أي مكان في القاهرة. واحنا فرحانين في وجودكم معانا في مصر. 3 مطرية. وده أكبر دليل على حب الناس لرجالة المطرية. الله أكبر الله أكبر دي حاجة تتميز بيها المطرية ومصر. فانتوا هتجاوبونا هل رمضان في مصر حاجة تانية فعلا؟ اكتبوا لنا في الكومنتات. انا عايز اقول لك ان شكرا على التنظيم بجد اللي احنا بنشوفه بتاع كل سنة. بص، هو دي السنة ال11 والحمد لله العدد بيزيد معانا، وده طبعا بفضل ربنا وبفضل ان احنا كلنا متعاونين، ومفيش واحد كبير او في واحد صغير، لا بالعكس احنا كلنا من الصغير للكبير متعاونين معانا. مفيش حد بيبقى مثلا اكبر من حد او حد اعلى من حد، غير ده احنا منظمين معانا، وفي نفس الوقت لكل تيشيرت بنتعاون مع الناس اللي موجودة هنا معانا بالوجبات، وما نخليش حد يبقى زعلان. حتى لو مؤاخذة انا اسف لو في اي لفظ اتقال نقول له كل سنه وانت طيب، نضحك في وشه. في ايام مفترجه والايام الجميله ديت ان احنا عايزين ما نحصلش اي مشاكل، على الاقل ان نحاول نعديها. اكيد طبعا رمضان وكل سنه وانت طيب. اكيد طبعا. اكيد طبعا. حبيبي. السنة دي نظموا أحسن من السنة اللي فاتت، وكتروا الشوارع وكتروا الوجبات، وبرغم العدد الكبير جدا بس هم قدروا يحافظوا على النظام ويطلعوا الموضوع بشكل جميل الصراحة. يعني هو التنظيم جميل وكل حاجه، بس هو الزحمه كانت جامد قوي السنه دي عن كل سنه. وايه رايك في التنظيم؟ جميل طبعا، ما فيش حاجه، هم عاملين كل حاجه جميله السنه دي.